انقلاب مالي سنة 2021، انقلاب بوركينا فاسو سنة 2022، وانقلاب النيجر الأخير هذه السنة. هي ثلاثة ديال الانقلابات متوالية في ثلاثة من أكبر الدول الإفريقية وأغناها من حيث الثروات الطبيعية، ولكن أفقر دول القارة السمراء شعوبا الكون ثرواتها كتحكم فيهم فرنسا، اللي بالرغم من أنها خرجت كمستعمر الدول الإفريقية إلى أنها ما زالت كتسيطر على إفريقيا اقتصاديا وكتستافد من ثرواتها، بل وكتنهب الثروات ديالها. تتابع هذه الانقلابات العسكرية بدول معينة تابعة لفرنسا كيطرح عدة تساؤلات. أشنو كيوقع في إفريقيا؟ واش فرنسا بدات كتفقد مكانتها في إفريقيا؟ واش هاد الانقلابات هي منطلقة من الشعوب الإفريقية اللي عاشت ظلمات تحت سيطرة الفرنسيين، أو من فعل فاعل كيستهدف فيهم فرنسا أكثر من أي حاجة أخرى؟ أم هناك أهداف أخرى لهذه الانقلابات؟ كل هاد التساؤلات غنحاولوا نجاوبوا عليهم في هاد لا فيديو، لكن قبل ما نبداو كنتمنى لأي واحد كيشوف لا فيديو يدعمني بأبوني في القناة نوصل أول 1000 أبوني في أقرب وقت. جيم وكومنتير إذا عجبكم الموضوع. أول حاجة خاص تكون في بالنا هو أن القارة الإفريقية رغم أنها كتحتوي أكثر الشعوب فقرا في العالم، فحوالي 1.2 مليار نسمة بهذه القارة كيعيشوا تحت عتبة الفقر، وهو ما يعادل 55% من سكان القارة الإفريقية. فالقارة السمراء كتعتبر من أغنى القارات بالعالم من حيث الثروات الطبيعية، بحيث أن ثلث ثروات العالم كتركز بهذه القارة. بالأرقام القارة الإفريقية مصدر 30% من احتياطات العالم من المعادن، و8% من الغاز الطبيعي، و12% من احتياطات النفط العالمي، كما أنها كتمتلك 40% من ذهب العالم، ونحو 90% من الكروم والبلاطين، وهي مواد كتستخدم في الصناعات الكيميائية وصناعة السيارات. لكن للأسف فهاد الثروات ما كتستافدش منهم القارة. السؤال المطروح الآن هو فين كيمشيو كل هاد الثروات؟ هاد الثروات كلها كيستافد منها عموما الاتحاد الأوروبي وفرنسا بالدرجة الأولى. فبالرغم من أن فرنسا خرجت من إفريقيا ومنحتها استقلالها إلى أن الأمر كان ظاهري فقط، ولكن الحقيقة شيء آخر. قبل ما تخرج فرنسا من إفريقيا سنة 1960 وتمنح استقلالها، نشأت نظام اللي كيسمح لها بالتحكم في شعوب القارة السمراء، بحيث قامت بإلغاء النظام البرلماني وإقامة نظام رئاسي كيسمح لشخص واحد بالتحكم في البلد. والهدف واضح: للسيطرة على بلد معين خاص شخص واحد هو اللي يكون يتحكم بجميع سلطات هذا البلد. كما أن استقلال المستعمرات الفرنسية كان مقابل اتفاقيات كتبين فيهم فرنسا أنها حريصة على أمن القارة وتشييد البنيات التحتية ديالها من جديد، لكن في أعماق ومضمون هذه الاتفاقيات كان كيظهر خبث الفرنسيين. الاتفاق الأمني اللي كيلزم المستعمرات الإفريقية لفرنسا بوضع 85% من مداخيلها تحت رقابة البنك الفرنسي. كما أن هذه الاتفاقيات منحت فرنسا أولوية أي نشاط اقتصادي في هذه البلدان، والحقوق الحصرية بالحصول على أي مواد خام تكتشف بمستعمراتها كالبترول والذهب. مرت السنين والأعوام وظلت فرنسا والاتحاد الأوروبي كيستنزفوا الثروات الإفريقية تحت ذريعة أنها كتسعى لحمايتها ومساعدتها اقتصاديا. لكن في العقدين الأخيرين ومع ظهور جيل جديد يرفض الخضوع ويؤمن بقدراته، بدأت فرنسا كتراجع في إفريقيا بشكل غير مسبوق. وأهم مؤشر لهادشي كله كان هو تراجع الميزان التجاري بين فرنسا وإفريقيا للنصف تقريبا في أقل من 20 سنة. كما أن تمرد بعض دول مجموعة الإيكواس اللي كتضم أهم المستعمرات الفرنسية، وهنا كنتكلم بالخصوص على النيجر اللي كتعتبر هي المصباح المنير لباريس، بحيث فرنسا كتعتمد على اليورانيوم المستورد من النيجر لتوليد 70% من الطاقة اللي كيحتاجها الشعب الفرنسي. وهذا كيعني أن الانقلاب على الرئيس محمد بازوم اللي كيتعتبر واحد من أهم بيادق فرنسا كيهدد الفرنسيين بتذوق الظلمات اللي عايشوا فيها الأفارقة القرون.
انقلاب النيجر ليس كغيره من الانقلابات، فهو كيهدد حتى الاتحاد الأوروبي وغيضر حتى بمصالح بعض الدول العربية كالمغرب والجزائر. والكلام على أنبوب الغاز اللي كتمد به الجزائر الغاز لأوروبا، ومشروع أنبوب الغاز الضخم بشراكة مع المغرب لتمديد الغاز للاتحاد الأوروبي عبر إسبانيا. عدم استقرار الأمني بالنيجر كيهدد كلا المشروعين، وبالتالي الأمن الطاقي للاتحاد الأوروبي اللي في الأصل عنده مشكل في التزود بالغاز بعد الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف روسيا على تمديد الغاز لأوروبا. النيجر وقبل منهم انقلاب بوركينا فاسو ومالي دفع فرنسا والاتحاد الأوروبي تشكك في أنه كائنات خفية هي اللي كتحرك هذه الانقلابات وكتدعمهم، خصوصا أن هذا الشيء بدا من وراء تدخلات مجموعة الأمن الخاصة فاغنر في إفريقيا من أجل الحفاظ على الأمن بهذه البلدان. من هنا بدات أصابع الاتهام كتتجه نحو روسيا، رغم أن هذه المجموعة هي شركة خاصة ومنحسوباش على روسيا، لكن حقيقة الأمر كتقول أن روسيا نشأت هذه المجموعة من أجل مصالحها الخاصة. اللي زاد عزز هاد الشكوك هو أنه في نفس اليوم اللي تعقدات فيه القمة الروسية الإفريقية بسانت بيترسبورغ، وفي حين كانت الأعين مسلطة على هاد القمة الاستثنائية واللي كانت أمريكا والاتحاد الأوروبي كيدعيو الدول الإفريقية باش ما تشاركش فيها نظرا للعقوبات المسلطة على بوتين، في نفس الليلة كان قادة الانقلاب بالنيجر في طريقهم للتحكم بالسلطة وعزل الرئيس محمد بازوم. هذا الأمر ما كانش مصادفة، وهو أمر مخطط ليه واللي كيبين أن روسيا عندها يد في عديد من الانقلابات الأخيرة اللي كتشهدهم القارة الإفريقية. في هذه القمة الرئيس الروسي بوتين وعد الدول الإفريقية بتوفير القمح والذرة والشعير مجانا، كما أنه قرر يضاعف التبادلات التجارية من 18 مليار دولار ل 40 مليار دولار وبطرق دفع ميسرة، الشيء اللي كيبين المكانة اللي كتحتلها واللي غيحتلها الروس في المستقبل القريب بإفريقيا. هاد القرارات اللي كتوقع اليوم من طرد الفرنسيين وتعزيز العلاقات مع الروس هي قرارات اللي كترحب بها الشعوب الإفريقية والقادة ديالها، وهذا الشيء كيبان في الانقلاب الأخير للنيجر وفي عديد من الانقلابات اللي تم فيهم رفع الأعلام الروسية أثناء المظاهرات وحرق الأعلام الفرنسية. فواش هادشي اللي كيوقع اليوم بإفريقيا يكون نهاية فرنسا بالقارة السمراء وبداية عهد الروس؟ واش غتكون روسيا مستعمر عوض فرنسا أم شريك بمنطق رابح رابح في علاقتها مع إفريقيا؟ هادشي اللي كاين في هاد الفيديو، كنتمنى تخليو الأجوبة ديالكم في الكومنتير وتشاركوني الرأي ديالكم في هادشي اللي كيوقع في إفريقيا اليوم، ودعموني بأبوني في القناة نوصل أول 1000 مشترك في أقرب وقت. السلام عليكم.